كلنا بنعاني من الوقت. اليوم بيعدي ومنحققش فيه اللي عايزينه، وبنحس ان الوقت طار مننا، وبنسمع ناس كتير بتقول الوقت ما يكفناش. لكن تخيل ان في طريقة مجربة، نظام إلهي عاش عليه أنبياء وصالحين، طريقة لما تلتزم بيها هتحس بإنجاز. الطريقة دي مش معتمدة على الساعات والدقايق، لكنها معتمدة على الصلوات الخمس. يعني وقتك بيتقاس بالصلاة مش بالساعات. بداية اليوم صلاة الفجر، شحن الطاقة الروحية والتركيز. بمجرد ما تسمع الأذان قوم على طول، ما تديش فرصة لعقلك يفكر أو يجادل. أول ما تصحى اغسل وشك بمية باردة أو اعمل تمارين رياضية بسيطة لمدة 5 دقايق. بعد كده صلي الفجر بخشوع وادعي ربنا يعينك في يومك. بعد الصلاة ابدأ بأصعب مهمة عندك أو اللي محتاجة أكبر تركيز. الطاقة بتكون في أعلى مستوى بعد الفجر. مثال، لو عندك امتحان ابدأ في أصعب مادة، ولو عندك شغل ابدأ في التاسك الأصعب. بعد ساعات من التركيز طبيعي إن طاقتك تبدأ تقل، وهنا بيجي دور صلاة الضحى كإعادة شحن روحية. صلي بخشوع واذكر ربنا وتوكل عليه. افتكر إنك مش مطلوب منك غير السعي والجهد، والنتيجة على الله. بعد الصلاة ارجع لشغلك بنشاط جديد. بعد كده صلاة الظهر هو وقت استراحة مش بس للصلاة، لكن لشحن بطارية جسمك. صلي الظهر وبعدها خد قيلولة. القيلولة هترفع طاقة جسمك وتخليك ترجع للمهام التانية بنشاط وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تخصص الوقت بعد الظهر للمهام المتوسطة الصعوبة. صلاة العصر تجديد الطاقة النفسية، هو لحظة إدراك إن اليوم بيقرب ينتهي، فاستثمر الضوء الباقي في إنهاء مهمة باقية. بعد كده انتقل للمهام الخفيفة زي القراءة، المشي، ترتيب حاجات، أو حتى صلة الرحم أو الرد على الإيميلات السهلة. صلاة المغرب، الوقت بين المغرب والعشاء صغير، تستغله في حاجات هادية، سماع بودكاست مفيد، تمارين تنفس، أو حتى التخطيط لليوم التالي. صلاة العشاء ابدأ تستعد للنوم، وقبل ما تنام اكتب 3 حاجات كويسة عملتها في اليوم حتى لو بسيطة. ده هيخليك تنام متفائل ومستعد لصلاة الفجر. وعايزة أقول لكم مفيش يوم هيعدي مثالي 100%، وده طبيعي. لكن الفكرة إنك تبدأ وتجرب النظام ده وتعدله على حسب حياتك وشغلك. النظام الإسلامي للصلوات الخمسة ده مش بس عبادة، نظام متكامل بيوازن بين الروح والجسم والعقل. العلم الحديث بيقول إن المخ البشري بيشتغل أحسن لما يكون عنده محطات ثابتة خلال اليوم، والصلوات الخمسة بالضبط بتكون إشارة طبيعية للمخ علشان يعرف إمتى يشتغل وإمتى يرتاح، وده بيزود تركيزك وإنتاجيتك بشكل كبير. حتى صلاة الفجر مش مجرد صلاة، هي كمان بتظبط الساعة البيولوجية بتاعت جسمك. فخد معاك ورقة فاضية وقسم يومك على 5 صلوات ووزع مهامك عليهم. ركز المهام الصعبة في أوقات الطاقة العالية زي بعد الفجر، والمهام الخفيفة في الأوقات التانية. وجرب النظام ده لمدة أسبوع وشوف الفرق.